السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتحدث اليوم عن الفنان زكي محمد حسن الشهير بزكي الحرامي، وهو واحد من أكثر الوجوه تكرارا في السينما المصرية. ولد زكي محمد حسن في 3 فبراير 1912، وأنهى دراسته في المرحلة الابتدائية ولم يكمل تعليمه. وقد عمل زكي مع بعض الفرق المسرحية والموسيقية المتجولة بين المحافظات، وكانت أول أدواره الفنية في فيلم سلفني 3 جنيه مع الفنان علي الكسار عام 1939. فقد دخل القهوة في شارع عماد الدين مندوب قاسم وجدي الريجيسير عشان يختار ممثلين ومجاميع وكومبارس لفيلم علي الكسار الجديد سلفني 3 جنيه. فقام المندوب باختيار كل من في القهوة لأن الفيلم يحتاج مجاميع كتيرة قوي، وفي البلاتو اختاروه لأن لبسه شيك وعلى سنجة 10، الحرامي الشيك اللي محدش يشك فيه، واللي واقف جنب شباك التذاكر بيسرق الجنيه اللي اخذه علي الكسار، وانتهى المشهد على كده. بعد الفيلم كان قاسم بيطلب من مندوبين مكتبه يجيبوا كومبارس بيطلبهم بالاسم: محسن حسنين وشلاضيمو وتوصل معتمد وزكي. زكي مين يا فندم؟ زكي الواد الحرامي بتاع فيلم علي الكسار، ومن هنا بقى اسمه في الوسط الفني زكي الحرامي، وبقى اسمه بيتكتب على تترات الافلام زكي الحرامي. وقد شارك زكي في قرابة 100 عمل فني بين السينما والمسرح والتلفزيون، وكانت اغلب افلامه يلعب بها دور شاويش او احد افراد العصابة التي تقوم بالسرقة او تجارة المخدرات. وقد توفى زكي الحرامي في 24 فبراير 1972 عن عمر يناهز 60 عام رحمه الله. يا ما انت كريم يا رب.